بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صلي على الحبيب قلبك يطيب. اللهم صل على مسيك بالخير يا عمنا. مسيك بالنور. تعرف عليك. مصطفى بن علي البحراني. ونعم. من المنطقة الشرقية، القطيف تحديدا. ما شاء الله تبارك الله. الله يسلمك. أول زيارة للعلا؟ لا، هذه ثاني زيارة للعلا. هذه الثانية. ايوه. أول زيارة متى صارت؟ أول زيارة في الصيف تقريبا قبل سنتين. قبل سنتين الصيف اللي راح. ايوه. والسنة هذه الشتاء. السنة هذه في الشتاء. نعم، زرتك في الصيف وزرتك في الشتاء. الأجواء الشتوية والصيفية. الله الله. من اللي دلك على العلا يعني؟ والله البحث عن الأماكن التراثية. ايه؟ يعني أنا طلعت حايل، طلعت جهة تبوك. جيت تبوك كمان والعلا. أنا كنت شغال في تبوك 4 سنوات. ما شاء تبوك؟ أيوه. ما شاء الله، تبوك الورد. أيوه. أنا جايك من تبوك. وفي مناطق في الأثرية، في حايل، في البدع، في يعني ما شاء الله. تحب السياحة؟ ايوه. طيب. انا قلت واحد تغيير الجو. طيب تجي مع جروبات سياحية ولا بس أنت والعائلة؟ احب انا والعائلة. بس جروبات سياحية اوقات تكون ارتباط جدول محدود. ايوه، لكن يعني هذا على راحتك. ممكن الحين في هالمنطقة هذه نعم. فيها جروب سياحي، ما تاخذ راحتك. أول مرة تجي المكان هذا؟ اول مرة. المرة اللي فاتت ما جينا. ما جيتوا؟ هالمرة لا، جينا عندنا الشلال، خشينا على المرايا. جينا الحين هنا الحرة، مطلة الحرة. لا، ما رحنا مطلع. ما طلعت، لازم تطلع. جبل الفيل، اي مطلة الحرة. اللي قبل جبل الفيل. المرة اللي قبل مرتين، والحين أول ما دخلنا العلا ايه وقفنا. مريت عليه. تكينا وقهوينا ما شاء الله. وبعدين دخلنا العلا. إذا خبير، ما أنت جاي بالسيارة. ما شاء الله عليك. كم استغرقت وقت من الشرقية حتى وصلت العلا؟ تقريبا 14 ساعة. 14 ساعة متواصلة ولا؟ لا، قبل دخول حائل وقفت تقريبا 3-4 ساعات راحة، وبعدها واصل. نعم. كيف شفت العلا طيب؟ العلا ما شاء الله، يعني مهما تزور أماكن ايه ما كأنك شفتها. الله. يعني كل ما تروح مكان تحس مكان جديد. علمت أصدقائك عنها، عن العلا، شرحت لهم شيء؟ ما شاء الله، كل من سألها، يعني حتى الرحلة السابقة شرحنا عنها ووضحها ما شاء الله. وأنصح أنا بصراحة أي واحد يفكر محلات سياحية زي كذا هادية. ما شاء الله. هنا زي ما يقولوا درجات، أنت تبغى شيء بسيط موجود. نعم. تبغى شيء فخم غالي موجود. أبدا، كل شيء فيه. يعني جميع الطبقات متوفرة. أنت تحدد مصاريفك. نعم. بالنسبة للسكن والإعاشة والأكل والشرب، هذا يعني كله متوفر الحمد لله. الحمد لله. يعني ما في إشكالية. أقول لك أنت موجود هنا. الله. إن حبيت بحري ما شاء الله بحري موجود. إن حبيت لحوم دجاج موجود ما شاء الله. يعني الله يعطيك العافية. كل حاجة، كل أشياء موجودة. وحنا سعداء بوجودك في العلا. إن شاء الله. وإن شاء الله تشرفنا فيكم ونشوفك في رحلات قادمة من